علي بابا وال40 حرامي، واللي خد باله من الخطأ ده وبعته لنا عمر كراكيش. ال40 حرامي بيسرقوا وبينهبوا وفي الآخر بيولعوا في كل حاجة. في اللقطة اللي بتبين ال40 حرامي وهما بيولعوا النار بيبان في واحد مستخبي هنا عمال يولع شعلة لهب وبيطفيها على أساس إن دي جزء من النار اللي ماسكة في المكان. بيبان إن في مخدة بينه وبين فك القرش وهو بيعض. عقدة الخواجة. واللي بعت لنا الخطأ ده أحمد محمد. بتجري وراهم العربية التانية وبتطاردهم، فواحد من العصابة بيحدف عليها بومبة فبتخلي العربية تتقلب، لكن أثناء ما هي بتتقلب بيبان إن العربية فاضية ومفيش حد فيها. ولو تاخدوا بالكم كمان هتلاقوا إن النار اللي مفروض ماسكة في العربية بتطلع منها وما بتمسكش فيها النار، والنار اللي هي مفروض كانت ماسكة فيها على الأرض ورا لوحدها زي ما هي. ده فلاي. المفروض إن هو ماشي على الحيطة. لكن بعد ما بيشرح التيشيرت وبيرجعه مكانه بيبان إن هو بيتدلدل في الاتجاه اللي هو المفروض فوق. الشرس ولا خد باله من الخطأ ده قلم الفراق. بعد ما محمود الجندي بينفضهم بالرصاص البنزين بيخر في الأرض وبيقرر إن هو يولع فيها، بس بيبان إن في واحد مستخبي وراه بيكب سائل قبل الاشتعال علشان يزود النار، لأن البقعة اللي في الأرض دي مية مش بنزين طبعا. وكمان بيبان إن الجهاز اللي تحت العربية اللي هو هيفرقع، وبيبان إن النار ما لمستش أصل العربية. بارتون فينك. المشهد الأيقوني اللي في نهاية الفيلم اللي هو بيجري فيه في الطرقة وهو بيقول له، والنار عمالة تولع وتجري ورا في الطرقة، لكن أثناء ما النار عمالة تجري في الطرقة بيبان السلك اللي معمول علشان تمسك فيه النار، وفعلا النار بتتبع المسار اللي هو فيه السلك. الراجل اللي هتمسك فيه النار ايديه مكشوفة. بيبان في اللقطة الأخيرة اللي هيتحرق فيها الحاجات اللي هو لاففها على جسمه عشان ما يتأثرش من الحرق. هاري بوتر ان فيلوسوفرز ستون. الولد بيبقى متعلق من المكنسة في نص الملعب، بس في لقطة من اللقطات بيبان الواير اللي متعلق فيه علشان ما يقعش. هو صحيح المشاهد دي اتصورت على جرين سكرين، لكن هو برضو كان متعلق في الحقيقة، فعشان كده كان لازم يبقى فيه واير للحماية، بس مش لدرجة انه يبان. شاومينج واللي خد باله من الخطأ ده. موفيز أفلام. هنا والولد بيقوم عشان يعمل نفسه كان بيذاكر، بتحصل حاجة غريبة، راسه بتعدي من تحت المينا بتاعت الساعة. الغريب ان الساعة موجودة ومش CGI، وفي اللقطات اللي بعد كده من زوايا مختلفة بتبان انها موجودة في نفس المكان برضه. سر طاقية الإخفاء. الكاس وهو طاير في الهواء على أساس إن اللي لابس طاقية الإخفاء هو اللي ماسكه، بيحركوه من فوق، بس المشكلة إن بيبان خيال الحاجة اللي كانوا بيحركوها بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو في كل مكان، ولو دي أول مرة ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.